6 استراتيجيات المحتوى تسويق. النكتة لو تسمع موت من الضحك جدا. 1. أهمية عنوان جذاب. لماذا لم يستطع الهاتف المحمول قراءة الكتاب؟ لأنه كان يعاني من الضغط. 2. نكتة توجيه الجمهور. إذا كان القمر يغني هل ستكون لدي سماع ليل؟ 3. المحتوى المرئي. لو كان لديك فلتر إخفاء المشاكل هل سيكون لديك صورة واضحة؟ 4. استراتيجية المحتوى البصري. الكلب عنده خطة تسويقية، كلما جلب العصا زاد الإعجاب. 5. الجمهور المستهدف. هل تعتقد أن السمكة ستكون خبيرة في التسويق؟ نعم، لأنها تتقن الحركة المستهدفة. 6. التفاعل الفوري. ألعب مع الميت ويقول استراتيجيات لكنك جالس تضحك. 7. التسويق المتعدد. جرب تسويق ضحكتي؟ راح تكتشف أنه لا يوجد منتج أحلى من النكتة. 8. تقديم محتوى غير تقليدي. لو قدمت الحلويات في طريقة التفاعل سيصير عندك جمهور حلو. 9. نكتة تحليل البيانات. بياناتي تبين أن الضحك هو المادة الخام للذكاء. 10. استراتيجية العناوين المثيرة. إذا كان الضحك تجارة أنت تملك أسواق المليون. 11. التسويق للمحتوى المضحك. هل يمكن أن تصبح نكتتك أشهر من الفكرة نفسها؟ نعم، إذا وضعت عنوان مثل لن تصدق هذه النكتة. 12. التركيز على القيمة المضافة. المحتوى المضحك هو الاستراتيجية الوحيدة التي تجذب الناس بعيدا عن حساباتهم البنكية. 13. النكتة التي تسوق لك. تخيل لو كانت نكتة تكلف ملايين ماذا سيكون عائدها؟ 14. استخدام الهاشتاج ضحكم ضموني، وحين نضحك نزيد المتابعين. 15. الالتزام بالاتجاهات. الحمار قال أنا خبير في التوجهات لكن لا أتقن سوى الضحك. 16. الاستثمار في الابتكار. لديك فكرة مجنونة؟ جرب أن تكون مضحكا أولا ثم أدعم الفكرة. 17. تحليل الجمهور. النكتة التي تتوقع أنها لن تعجب أحدا هي بالضبط التي ستدهش الجميع. 18. التفاعل مع الجمهور. إذا لم تضحك على هذه النكتة فعليك أن تراجع استراتيجيتك في الحياة. 19. التسويق عبر الصوت الفار. أصبح نجما إعلاميا فقط لأنه ربط النكتة بالصوت الجيد. 20. استراتيجيات التأثير العاطفي. سأخبرك بنكتة إذا لم تضحك ستظل تعيش في منطقة الأمان للأبد. 21. استخدام الشخصيات الشهيرة. الضفدع قال إذا أردت تسويق النكتة اجعلها تتحول إلى ترند. 22. القدرة على التكيف. حتى الزرافة تعلمت كيف تضحك على نفسها وتتناسب مع السوق. 23. القياس والمقارنة. نكتة الأرقام. هل هي مؤثرة مثل تجاربك في التفاعل مع المسابقات؟ 24. الرد على الانتقادات. إذا لم تفهم النكتة أنت بحاجة إلى تطوير محتوى عقلي جديد. 25. السخرية. من السخرية. كان عندي خطة تسويق مضحكة لكن النكتة ضحكت على الخطة أكثر. بهذه الاستراتيجيات ستحقق تفاعلا مذهلا وضحكا مستمرا. نكتة سائق الحافلة. هو يضحك مجموعة. راكب الحافلة. مواقف حافلة 1. سائق الحافلة. يا جماعة اليوم الحافلة متأخرة شوي، كان في إشارات مرور. تقف الراكب. طيب يا سائق ما كان لازم تنتظر في الإشارة؟ سائق الحافلة ما عندي خيار، إشارات المرور تفرض علينا الانتظار.